شوف بقى، سواء عندك ايميل على جيميل، بتكتب على جوجل دوكيومنتس، بتستخدم جوجل مابس، او حتى يوتيوب اللي بتتفرج على الفيديو ده عليه، لازم تبقى فاهم ان قريب جدا هيجي تدخل على الحاجات دي هتلاقي في حاجه كده غريبه طلعت لك من الجنب بتقول لك صباح الفل اساعدك ازاي. دي هتكون اداه الذكاء الصناعي بارد بتاعت جوجل اللي هيدمجوها في كل منتجاتهم. يعني تدخل جيميل تقول له بقول لك ايه، دور لي كده على كل الايميلات اللي جايه لي من فلان بتتكلم فيه عن الموضوع الفلاني، ويكون فيها اتاتشمنت، بس طلع لي بس الايميلات اللي انا ما ردتش عليها. او تفتح جوجل مابس تقول له بقول لك ايه يا معلم، انا جعان وعايز اكل حاجه هرشه، بس يعني ايه ما تبقاش سعرها حراق، شوف لي كده حاجه حوالينا. نفس الكلام في جوجل دوكيومنتس، تبقى قاعد بتكتب مقاله، ولا قاعد بتكتب الريبورت بتاعك، ولا قاعد بتكتب اي حاجه وتلاقي نفسك اتزنقت ومش لاقي افكار، تقول له بقول لك يا عم برضه ما تيجي كده تساعد اخوك الغلبان وتكتب لنا كده كلمتين تزود بيهم على الكلام ده. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ يعني انت النهارده لو مش بتعرف تكتب برومبت وما بتعرفش تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، انت فايتك كتير قوي يا معلم.